اللي انت شايفه قدامك دي تبقى فرقة واحدة من فرق الجيش المصري، مش الجيش كله. دي فرقة روعة مدرعات اللي بتتبع الجيش الثالث الميداني. الجيش الثالث ده بقى يا سيدي هو المسؤول عن تأمين الحدود الشرقية مع إسرائيل، عشان كده عناصر الفرقة الرابعة بيكونوا متنقين على الفرازة. طبعا الناس لما بتشوف فيديوهات زي كده ويجي لها جنون العظمة وبتقعد تشوف اللي بيحصل في غزة، مش بيحضر في ذهنهم غير سؤال واحد بس: ليه الجيش المصري ما يحررش فلسطين؟ ليه سايبينهم يحصل فيهم كل ده واحنا واقفين نتفرج؟ هل دي خيانة؟ هل ده ضعف؟ ولا في أسباب تانية خفية محدش بيتكلم عنها بصراحة وبتخلي ان القرار ده مستحيل؟ وهل احنا كشعب جاهزين نتحمل ثمن حرب عالمية جديدة عشان نقدر نحرر أرض عمرها ما هتتحرر بالسلاح؟ ده اللي جايين نلخصه مع بعض في حلقة النهاردة من الخلاصة. في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش؟ ما يلا بقى، ما سمعتوش الكلام ده؟ ما سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين، مش بتكلم الجيش. بتكلم ايه؟ كل المصريين، مش بكلم الجيش ولا الشرطه ولا حتى الحكومه، يعني بكلم الناس. لا، احنا ما عملناش ده. بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا. النهارده جاي اتكلم معاك في 4 أسباب مخلين مصر واقفة في قرار الحرب ده، مخليها مصر يعني ايديها متكتفة. 4 أسباب لما تعرفهم هتفهم ليه ما ينفعش يعني نتورط في حرب زي دي وندخل نحرر فلسطين. رقم 1: معاهدة كامب ديفيد أو اتفاقية السلام اللي توقعت بين مصر وإسرائيل سنة 1979 بين الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الإسرائيلي برعاية جيمي كارتر الرئيس الأمريكي وقتها. الاتفاقية بتاعت السلام دي عاملة زي طوق محجمنا مخلينا مش عارفين نتحرك. في بنود الاتفاقية دي احنا يعني بموجب الاتفاقية عملنا معاهدة سلام مع إسرائيل وفتحنا عندهم سفارة مصرية وهم جم فتحوا عندنا سفارة إسرائيلية، وبقينا في بيننا وبينهم يعني تبادل تجاري، وبناخد منهم غاز وبنبعت لهم حبوب وبنبعت لهم مية وبنستورد منهم وبنصدر لهم. فيعتبر هم بقوا دولة، مش عايز أقول صديقة، بس دولة زيها زي باقي الدول. فاحنا بيننا وبينهم معاهدة سلام. طب ايه اللي هيحصل يعني لو كسرنا المعاهدة دي ودخلنا في حرب كده عشان نحرر فلسطين؟ رقم 1: شفت اللي حصل في اوكرانيا وفي روسيا اول ما الحرب قامت؟ روسيا يعتبر انعزلت عن العالم كله. في حاجة كده نظام اسمه سويفت، ده بتاع البنوك. نظام سويفت ده لو دول العالم كلها اتفقت عليك انت مش هتعرف تعمل اي حوالات. ده رقم 1، هتتعزل دوليا. طبعا اسرائيل انت موقع معاها معاهدة سلام، فيوم ما انت تخش وتحاربهم انت كده اللي اخترقت معاهدة السلام، فانت الغلطان. فالمجتمع الدولي كله هيغلطك انت، لان انت موقع مع البلد دي معاهدة سلام. انت مالك يا عم ومال فلسطين؟ فلسطين دي دولة تاني، لكن انت موقع مع الدولة اللي هي اسرائيل معاهدة سلام. يوم ما هتخترقها هيتم عزلك دوليا. ده رقم 1، عزلك دوليا، يعني مفيش استيراد وتصدير ليك من اي دول تبع امريكا بقى، تبع الاتحاد الاوروبي، كل دول هيقلبوا عليك. هيحصل فيك زي ما حصل في روسيا بالظبط. ده رقم 1. واحنا اقتصادنا ما يستحملش حاجه زي كده. برضه من ضمن اتفاقيه السلام بتاعت كامب ديفيد دي في معونه عسكريه ثمنها مليار و300 مليون بناخدها كل سنه من امريكا. طبعا دي هتتشال على طول اول ما انت تخش في صراع مع اسرائيل. يبقى انت كده وقعت من الموازنه العسكريه بتاعت الجيش بتاعتك مليار و300 مليون، ودي طبعا يعني هي مش حاجه كبيره، بس برضه هتحصل ضرر هينتج عن كسر الاتفاقيه دي. رقم 3: اول ما تكسر الاتفاقيه دي اي ممتلكات ليك هتبقى بره مصر، يعني اي اصول ليك هتكون في دول اوروبا او امريكا او سفاراتك في الدول دي كلها او اراضيك او شركاتك كلها هيتم تجميدها، زي ما حصل مع روسيا بالظبط. اول ما دخلت في عداوه مع اوروبا وامريكا جمدوا لها بتاع 400 مليار دولار. روسيا لحد دلوقتي اقتصادها متاثر بسبب تجميد الاصول ده، ودي حاجة ممكن تقسمنا نصين حرفيا. خد بقى عندك حظر تجارة، خد بقى عندك شطب وإدانة في الأمم المتحدة، خد عندك حاجات كتير قوي. ده سبب رقم 1. السبب الثاني بقى هو التوازن الإقليمي أو التوازن الدولي. هو أنت بتاخد نفس السلاح اللي إسرائيل بتاخده، أنت بتاخد نفس الطيران والتفوق الجوي اللي سلاح الطيران الإسرائيلي واخده من الأمريكان. أنت لما بتيجي تاخد F-16 ولا طيارات أمريكية
بيدولك اقل حاجه، وبيكونوا حاطين سيستم او نظم في الطيارات دي اللي هو انت ما ينفعش تطلعها او تطلقها غير لما ترن على الامريكان الاول تقول لهم انا رايح اعمل ايه بالطيارات دي، عشان يدوك حاجه زي كود التفعيل في الطيارات كده، اللي هو انت لازم بتنسق مع البنتاجون الامريكي تقول لهم انا دلوقتي هطلع الطيارات الاف 16 بتاعتكم، والله انا رايح اضرب صد النهضه، والله انا رايح اعمل عمليه نوعيه في ليبيا. لازم هم يوافقوا لك ويدوا لك الرموز بتاعه الاطلاق دي عشان تقدر تطلع بالطيارات بتاعتهم. تعال بقى بص على النظير الناحيه الثانيه، اسرائيل واخده سماحيه مفتوحه لها، اسرائيل واخده تفوق جوي، واخده الاف 35 يعني طيارات من الجيل الخامس، انت اخرك الجيل الرابع المتقدم، عمرك ما هتاخد تفوق جوي على اسرائيل. فده رقم واحد. التوازن الاقليمي اصلا بسبب التسليح معاهم هم، احنا ممكن نكون متفوقين دفاعيا بس هم مكتسحين جويا. وخد بالك يا صديقي، احنا دوسنا على وشهم في 73 وعملنا معجزه، والطيارات بتاعتنا الروسيه القديمه غلبت طياراتهم الامريكيه الحديثه، بس احنا في 2025، احنا دلوقتي في حروب القرن ال21. الحروب بتاعت القرن ال21 مش جندي قصاد جندي او طياره قصاد طياره، دي حروب رقم 1 استخباراتيه، رقم 2 سيبرانيه، وانت البنيه التحتيه بتاعتك يعني ما تستحملش هجمات سيبرانيه. احنا لسه شايفين حريق سنترال رمسيس بسبب ضغط او حراره زياده، ايه اللي حصل فيه؟ فيعني انا هنا مش بقلل من مصر، بس انا ببص للامر الواقع، انا مش بفخم في مصر او يعني زي ما حصل في نكسة 67، انا لو احنا جامدين احنا جامدين احنا جامدين وادينا لنفسنا، يعني مش عايز اقول حجم زياده بس ما كناش واقعيين فحصلت النكسة. فخلينا نكون واقعيين، احنا ندخل حرب وقت ما يتم الاعتداء علينا، مش نحط رجلينا في حرب يعني مش بتاعتنا. في حاجه برضو الناس يعني ما اعرفش هم ناسينها ولا ايه في التوازن الاستراتيجي في المنطقه، هو النووي. يا جماعه اسرائيل معاها نووي، اسرائيل لو ما استخدمتش نووي في حرب 73 دي نقطة ما ينفعش تقارنها بحرب في 2025. مين قال إن نتنياهو مجنون الحرب اللي عمال يدخل إسرائيل في حروب مع إيران ولبنان وسوريا وكل اللي قبله يخش فيه في حروب ما يستخدمش زرار النووي في الحرب مع مصر؟ ما هو ده راجل مجنون وعايز يهرب من السجن، هيعمل إيه؟ فخيار النووي هيكون مفتوح برضه. رقم 3 ممكن العاطفة تكون بتزق الناس، بس أنا مش عارف هم إزاي مش واخدين بالهم من الحتة دي. يا جماعة احنا لما حصلت كارثة كورونا والوباء انتشر في العالم كله، شفتوا حصل ايه في الاقتصاد عندنا؟ عملنا تعويم على طول. لما حصلت حرب في اقصى الشرق بين روسيا واوكرانيا، احنا الجنيه المصري فقد بتاع 70% من قيمته، فما بالك بقى انت بتتكلم في حرب واقتصاد حرب في بلدك، قيمة الجنيه هتروح فين؟ السلع الاستراتيجية كلها هتروح للتسليح وللجيش، هتروح للقوات المسلحه، رغيف العيش مش هنلاقيه، الرز ممكن ما نلاقوش، السكر، التموين، ده الحاجات دي كلها اللي كنا بنحفى عليها لما كانت دول تانية بتحارب وسلاسل الامداد وقفت. ما بالك لما جيشك بقى هو اللي يخش حرب ويكون عايز هو امدادات يوميه على الجبهه، هتعمل انت ايه؟ هتعمل انت ايه في اقتصاد حرب؟ هتستحمل بعد كل اللي مصر مرت بيه، ولا هتنهار وتنزل تتظاهر وتتريق على الرئيس اللي دخلك في حرب زي ما بتتريق دلوقتي على جمال عبد الناصر ان هو دخل الجيش ووراه في حرب اليمن، وبنتريق دلوقتي على جمال عبد الناصر بيقولوا الراجل اللي دخل 4 حروب خسر منهم 5. يا جماعه لازم نفكر في حته الاقتصاد دي برضه. 4 ده بالنسبه لي اهم سبب. انت عارف الدول او شعوب الدول اللي بتدفعك للحرب وتقول لك خش يلا حارب، هي فين مصر وفين الجيش المصري؟ عارف الشعوب دي بلادها فيها كم قاعدة أجنبية عسكرية؟ عد معايا. قاعدة العديد اللي في قطر فيها 10,000 جندي، قاعدة الأمير سلطان اللي في السعودية دي فيها 3000 جندي، قاعدة علي السليمي اللي في الكويت ودي فيها 7000 جندي، قاعدة عرفجاني في الكويت، قاعدة بوجدة شمال الكويت، قاعدة الظفر في الامارات، قاعدة موفق السلطي في الاردن، قاعدة عين الاسد في العراق، وقاعدة الدقم في عمان. متخيل كم القواعد اللي محاصرة مصر من كل الاتجاهات؟ متخيل ان انا يعني ذكرت لك بتاع 5 6 دول عربيه شعوبهم قاعدين على النت، يعني الاعلام القطري يشحنهم ويقول لك فين مصر فين مصر. انا عايز اقول لك مع اول رصاصه هتخرج من بندقيه عسكري مصري في اتجاه الحدود الاسرائيليه هتلاقي ماما امريكا اللي اخواتنا العرب مستضيفاها في قواعدها العسكريه بتجري وبتلحق بنتها اسرائيل، كل القواعد دي هتلاقيها بتهجم على مصر، ومفيش دوله عربيه واحده هتعرف تعترض او تقف قدام الجيش الامريكي، وهتبقى انت لوحدك في وش المدفع. الناس متخيله ان مصر لما تخش تحرر فلسطين والشعارات والكلام ده كلام جميل، بس تعالى على ارض الواقع، هو انت لما تخش تحرر فلسطين انت هتحارب اسرائيل بس؟ هديك مثال على اللي انا حكيته لك ده. فاكر الضربه الاخيره اللي كانت على ايران؟ انت عارف الطيران اللي كان بيضرب ايران كان طالع منين؟ كان طالع من قاعده العديد اللي في قطر ومن قاعده عديد الاسد اللي في العراق. طب انت عارف اسرائيل لما كانت بتخلص مخزونها في القذائف الثقيله اللي بتنزل على اخواتنا في غزه
كانت بتشحن القذائف الجديده منين؟ من قاعدة العديد اللي موجودة في قطر. وتيجي بعد كده هتلاقي في الإعلام والجزيرة وفضائح زي قطر جيت وكله بيشحن على مصر. فعايزك قبل ما تفكر بالعاطفة بتاعتك فكر بالعقل. ما تخليش إخواتنا العرب يعني هم برضه محركان العاطفة، هم كمان يزقوك إن أنت تضر بلدك. يعني أنا بيصعب عليا لما ألاقي مصري هو اللي عايز يورط الجيش المصري في الحرب دي. لو سمعتها من حد يعني عراقي أو حد سعودي أو إماراتي أو عماني، دول ماشي، أنا ما دول ما يعني ما حملهمش أنا أو أجي عليهم، لأن الناس دي هو بالنسبة له عادي الجيش المصري يخش يحرر إخواتنا في فلسطين. لكن أنا يعني بيصعب عليا المصريين اللي بيبقوا عايزين يورطوا جيش بلدهم في كده. فما تخليش حد يعني يزقك أو يسخنك على تصرفات أنت مش حمل توابعها. بس كده يا سيدي، في النهاية لو وصلت معانا لحد هنا اعملنا لايك واشترك في القناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.